السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا الكرام. الظهور الأول لمساعد المدرب السيرك اللي تم الهجوم عليه من قبل النمر في طنطا. هيقول كل اللي حصل له والتفاصيل اللي تمت بالظبط وإيه السبب في إن النمر هجم عليه، ومحتاج رأي حضراتكم برضو مين الغلطان في الموضوع ده. بنشوف العروض كتير جدا وبتعدي بسلام، ونادرا بيحصل المشاكل دي. يا ترى ايه السبب؟ يا ريت تقولوا لنا في التعليقات. اي ما زال الرجلات ما زال يرضى ربنا عمله. مشاهدي ومتابعي الجمهور في كل مكان، متواجدين معاكم من داخل محافظة الغربية تحديدا من مدينة طنطا، ومع محمد البسطويسي عامل السيرك اللي تم التهام ذراعه أمس بالسيرك بمنطقة البريفاج بمدينة طنطا. يعني هنتعرف أكتر على اللي حصل مع محمد. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. يعني الناس كلها من امبارح وهي بتدعي لك. ربنا يخليهم يا رب. يعني عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل بالظبط، انا كنت شغال مع كابتن ابنوسي، تمام، وقالت لي اربط النمر، وهي كانت مجوعاهم. النمور والرسول اللي عندها قاعدين بقالهم 10 ايام ما كانوش. 10 ايام ما كانوش ليه؟ عشان ما فيش لحم. ندخلهم العرض تاني يوم العيد، نزل السيرك يشتغل. تاني يوم العيد قالت لي هنطلعهم وهنربطهم. قالت لك هنطلعهم وهنربطهم. وبعدين ايه اللي حصل؟ طلعوا قالت لي هتربطهم. اول حفله شغالين 100 واخده بالها مني وتمام ومفيش اي حاجه. تاني حفله قامت طلبت اسد وسابت الاسد التاني، النمر التاني. قام النمر التاني ماسك في دراعي. هي المفروض من جوه هي اللي هتوجه يعني هي اللي هتقول له خلاص. انا ولا عارفه تقول له خلاص ولا عارفه تقول له اي حاجه. والاسد قاعد الناس الجمهور بقى يشد فيا وماسكني ويشدوا فيا. الجمهور ذات نفسه هو اللي بدأ يشد فيك وفي دراعك. تمام، بعد كده ايه اللي حصل؟ وصحابي برضه ماسكين عمالين يشدوا فيا، او زملائك اللي كانوا موجودين في قلب السيرك هم اللي كانوا بيحاولوا اللي هم يشدوك من القفص او من بق النمر. لا هم كانوا بيضربوا في النمر بس. انا اللي كان بيشدني الجسم، طلع يوروني في ايدي التانية برضه، كان ياخد ايدي التانية ولحقت نفسي الحمد لله. قلت الحمد لله وبقول الحمد لله. بص انا راضي طلع ربنا ليا شيء، وانا مش هسيب حقي. محمد، انت بقالك قد ايه شغال في السيرك؟ انا بقالي 10 سنين. بقالك 10 سنين شغال في السيرك. يعني مفيش اي حاجه حصلت ما بينك وما بين النمر مثلا اللي هو يكون مستقصدك في وقت معين او الكلام ده كله؟ لا. هو ده عشان جعان يا فندم. انت لو كنت شفت دراعي امبارح، دراعي متاكل. دراعي متاكل. دراعي عباره عن عظم بس مفيش لحمه. النمر كان بياخد اللحمه، واخد لحمه الدراع كلها. يعني كان جعان. طب بالنسبه للفيديو بتاع المدربه اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي كانت بتقول فيه ان دراعك يعني هيتم مثلا التعامل معاه وان شاء الله هيبقى حاجه خفيفه، تمام؟ يعني انت سمعت التصريح ده؟ انا كتير قال لي على الموضوع ده. بس انا ما بصدقش الموضوع ده. هي ما جتش بصت عليها اصلا. يعني هي ما دخلتلكش؟ ما جتليش ولا جابت لي ساعتين. يمكن جات لك وانت مثلا في غيبوبه او الكلام ده كله، ولا ما حدش من اللي كانوا موجودين معاك قال لك اللي هي كانت لا ما جتش خالص. ما جتش. الكابتن اشرف الحلو جالي بالقاهره مخصوص، جالي يسلم عليا وقعد معايا شويه ومشي. كابتن اشرف جالك وكان موجود معاك؟ كابتن اشرف الحلو، كابتن وعم محمد بتوع التسويق. الناس دي كلها كانت موجوده معاك هنا؟ انت 10 عمر. انت يمكن انت 21 سنه يا محمد، صح؟ بس الناس ديت انا معاشرهم، يعني كلهم بيتعاملوا معاك اخوات ومفيش اي حاجه. يعني انت ازاي بتتعامل مع الاسود والنمور والحيوانات المفترسه في قلب السيرك؟ يمكن انت قلت لي ان انت بقالك اكتر من 10 سنين متواجد، او يعتبر يعني اساسي متواجد في قلب السيرك. بتعامل معاهم بالسياسه وبحب
والاكل وكل حاجه. في ليك صور طبعا، ليك انت صور معاهم والكلام ده كله. في صور وفيديوهات وكل حاجه، بس انا اساسي وتعليمي تحت ايدي الكابتن محمد ممدوح حلو، هو اللي معلمني. انما كابتن انوسه انا يعني الوصول عندها يعني الراجل اللي هو شغال هناك اللي شغال على الوصول بجوعانهم جامد. دي مثلا يمكن قله توافر لحمه او الكلام ده كله. احنا يمكن الفتره اللي هي بتاعه رمضان كنتوا انتوا في اجازه. ايوه، كنتوا انتوا بتستعدوا لفتره العيد والكلام ده رمضان. من 10 رمضان، من 20 رمضان. والاصول ما عندهاش حته لحمه، حته لحمه. طب محمد عايز ايه بقى؟ انا عاوز حقي، انا عاوز اكلم الساده المسؤولين يجيبوا لنا حقي، عشان انا دلوقتي انا حتى التوك توك مش هينفع اركبه. حتى التوك توك مش هينفع تركبه. كله مات. ما انا عارف اسوق مكنه، انا عارف اسوق اي حاجه. انا عايز حقي. الاجراءات القانونيه اللي تم التعامل معاك فيها يا محمد، يعني حد جه استجوبك هنا او تم تحرير المحضر او الكلام ده كله؟ اسمه المستشار جالي هنا، وكيل النيابه جالك وكيل النيابه جالي هنا. كله كان جاي وكله كان شايف ظروفي وكله كان صعبان عليه. كل اللي يشوف دراعي كان يعيط، اللي يشوف دراعي كان يعيط. احمد، يعني اللحظه دي كده ممكن تحكي للمشاهدين اللي بيشوفوك دلوقتي، يعني الدنيا كلها بتدعي لك ان ربنا يتم شفاك على خير يعني كلمنا عن اللحظه دي كده. وحشه قوي، اللحظه دي وحشه قوي، وحشه قوي. وانا عشان مني واخد على الصدمه دي قدرت اسيطر على نفسي لحد ما طلعت دراعي. حد مكاني كان هيسيب دراعه جوه وكان هيموت. المدربين اللي كانوا موجودين جوه بقى قدروا برضه يحتووا الموقف ولا حصل حاله من الهرج والمرض؟ كانت خايفه. كابتن انوسه كانت خايفه. فيش كان عم شعبان لما دخل جوه ضرب الاسد بالشوكه، ضرب النمر بالشوكه، النمر خاب بص له هو وسابني. محمد، المفروض ان انت كنت بتجهز لجوازك بعد كام شهر. ما خلاص اتجوز فين؟ اتجوز ازاي؟ ولا عاجز؟ ولا عاجز؟ انا عايز الساده المسؤولين يقفوا جنبي. الساده المسؤولين بعد اذن حضراتكم يقفوا جنبي. مش عايز بتسيبوني لوحدي عشان خاطر ربنا. محمد النهارده في عز تعبه وطالع وبيتكلم مع الناس على اساس اللي هو بيطالب بحقه. ايوه، انا مش عايز غير حقي، انا مش عايز غير حقي. وبعد الكلام للساده المسؤولين، انا مش عايز غير حقي، مش عايز حاجه تاني فوق حقي. محمد، انت ما حضرتش اي واقعه زي كده مشاهده مثلا او الكلام ده كله؟ يعني انت مثلا ما فيش مثلا في السنين اللي فاتت شفت مثلا اسد او حيوان مفترس بيحاول يفترس حد من الزملاء او الكلام ده كله؟ يعني لا ما تعرضتش انت للموقف ده خالص؟ تعوير بس، تعوير صغيره. عندنا الاصول يعني لو مثلا عايز هتعورك بس. تخربشك تعورك. ايوه تخربشك، مش هتاكلك. ده بياكل يا فندم، بياكل من الجوع. بياكل بشويه من الجوع. من كتر الجوع عنده مسؤول، عنده سعار. يعني انت كنت بتربط النمر؟ انا كنت بربطه يقلق ايداني. قالت على السوشيال ميديا، قالت لك انا ما قلتلوش اربطه. اخر حاجه محمد عايزها اللي هو بيطالب بحقه. انا مش عايز غير حقي، عشان انا خلاص بقيت عاجز. انا بقيت عاجز، ولا اعرف اركب توك توك حد. بس حسبي الله ونعم الوكيل. كل اللي يجيبه ربنا كويس. ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ ان شاء الله حقك يا محمد. ايه اللي حصل يا محمد؟ ايه اللي حصل؟ مشاهدي ومتابعي الجمهور في كل مكان، كنت معكم انا احمد النوري مراسل الموقع من داخل مدينه طنطا بعد التهام النمر لزراع احد العمال داخل